رجل شج رأسه احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. وينكم قدام أحمد. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. كعادتنا في الأحد ضيفنا ومعلمنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا سعيد مرحبا بك. مرحبا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نسعد بالترحاب بمشاهدينا عبر لغة الإشارة وعبر زميلنا فيصل، نحييهم، والذي ينقل هذه الفعاليات وهذه الجلسات حسب لغة الإشارة. أهلا وسهلا بكم جميعا. تجري المعاملات بين الناس في أقضية مختلفة، يثبتون ذلك بالعقود. العقود في الإسلام تبدأ من الالتزام باللسان وتنتهي إلى الالتزام عبر الكتابة. ما هي العقود وأحكامها في الإسلام؟ هذا ما سنحاول أن نتعرض له في هذه الأمسية مع فضيلة الشيخ. فأهلا وسهلا بكم جميعا وبه شيخنا. ناس محمد. الله يبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر الله عز وجل أن تتباين عقول الناس، وأن تختلف أفهامهم، وأن تتعدد مصالحهم. لذلك لابد من إبرام العقود لضبط هذه التصرفات والمعاملات والالتزامات المختلفة. وجاء الأمر القرآني في أوائل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العلماء يصنفون هذه الآية ضمن ما يسمى بالبيان الكلي في القرآن، لأن الأحكام في القرآن يأتي بيانها من خلال أنواع. النوع الأول يسمى بالبيان الكلي. البيان الكلي يراد بذلك تقرير القواعد الكلية التي تكون صالحة لاستخراج الفروع المتعددة، وتنطبق على جميع المجالات بلا استثناء. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقرر الأصوليون والعلماء. بمعنى، نضرب لذلك أمثلة. البيان الكلي مثلا قول الله عز وجل في موضوع العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. القرآن هل حدد نوعا معينا من العقود؟ أبدا. إذن فجاءت الصيغة شاملة مستغرقة لجميع العقود القديمة والحديثة والمستحدثة، لأن الإنسان سيضطر مع تطور الزمان إلى استحداث عقود جديدة. الآن نتحدث مثلا عن العقود الإلكترونية. هذا النوع من العقود لم يكن معروفا مألوفا في دنيا الناس في سابق الأيام، أليس كذلك؟ والشريعة بقواعدها الكلية تستجيب لجميع مستجدات الزمان ومستحدثات الإنسان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن فهذه آية مجمل، آية جاءت بشكل كلي، يعني بيانها كلي. يدخل تحت هذا البيان جميع التفريعات والتفصيلات التي تستجيب لجميع مستحدثات الزمان عبر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك حينما قال ربنا في آية القرآن: وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل. فالأمر بالعدل هو بيان كلي، يعني الله أمرنا بإقامة العدل. أما كيف نقيم العدل هذه مسألة أخرى.
يعني تضبطها ظروف معينة. إذا كان زمان مثلا عرف في حياة البشر ما يسمى بالقاضي الفرد، القاضي الفرد يستقبل جميع القضايا في المسجد أو في مكان معلوم للقضاء لاستقبال المتقاضين والخصوم، فيفصل بينهم. تأتي قضايا عقارية وقضايا شخصية وأحوال شخصية وقضايا مدنية وقضايا اجتماعية وقضايا جنائية، ويستقبلها ويرد عليها ويحكم فيها والسلام. ولكن الآن تطور الوقت، يعني تطور الزمان، تطور يعني الوسائل، ثم أن العقل لم يعد كما كان زمان يعني. فلا بد من تخصص. الآن ندخل إلى محاكم اليوم مثلا نجد قسم الشؤون الأسرة، قسم الشؤون المدنية، قسم كذا، وكل قسم له قضاة يعملون فيه. إذن تنوع هؤلاء القضاة هل هذا يتنافى مع الشريعة؟ الجواب لا. لما؟ لأن النص ورد في إطار ما يسمى بالنوع الأول بالبيان الكلي. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا في العقود، سأعود بعد يعني ثواني. البيان الثاني يسمى البيان المجمل، كقوله تعالى مثلا في سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الأمر بالصلاة يقتضي تفاصيل. من يعطي تفاصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرسول فقط. هذا الأمر غير متروك لاجتهاد الناس واجتهاد العلماء والفقهاء، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك قال في سائر العبادات ما يناسب ذلك. وكذلك هناك بيان آخر يسمى البيان التفصيلي، يعني هناك آيات وردت مفصلة كقوله تعالى مثلا في آيات المواريث للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون إلى آخر الآيات، بالآية 7 وما بعدها في سورة النساء. إذن أول حاجة نأكد عليها أن هذه الآيات ذكرناها أين نصنفها؟ نصنفها في إطار البيان الكلي. مدى البيان الكلي إذن نحضر أنفسنا لتطبيق مقتضى هذه الآية في جميع العقود، عقود المضاربة والقراض، عقود المزارعة والمساقات، وهذه العقود سيأتي بيانها إن شاء الله في مستقبل الأيام، يعني في المواضيع الافتتاحية في برنامج هلا سألوا. ولكن هذا العقد اللي هو لكي يكون مشروعا موافقا لشرع الله عز وجل لابد له من شروط. من هذه الشروط الشرط يعني هناك أولا شروط متعلقة بالعاقدين، شروط متعلقة بالعاقدين. من أهم هذه الشروط أن يكون العاقدان مؤهلين، يعني يملكان أهلية الأداء لا أهلية الوجوب بلغة الاصطلاح. يعني أهلية الوجوب التي هي تمكن الإنسان من استحقاق الحقوق، ولكن أهلية الأداء تسمح له بإبرام العقود وإجراء التصرفات صالحة صحيحة دون أن تكون موقوفة على إجازة أحد. العاقدان لازم يكون عندهم الأهلية، أهلية الأداء، وكذلك أن يكون ذلك العقد بلا إكراه للعاقدين، خاطر ممكن كلاهما يملك الأهلية ولكن يكون هناك إكراه ما، والإكراه قد يكون إكراها ماديا ملجئا وقد يكون إكراها معنويا. في الإكراه لذلك لابد من الرضا المعتبر. فقهاؤنا يتحدثون عما يسمى بالرضا المعتبر. لا يكون الرضا معتبرا إلا إذا كان في منأ عن كل وسائل الإكراه أو التدليس أو الغش أو إلى آخره. ولازم يكون هناك أيضا صيغة اللي هو الإيجاب والقبول. إذن هناك عاقدان، الأول يطلق الإيجاب والثاني يطلق القبول. الإيجاب في تعريفه الاصطلاحي هو الإرادة الأولى الصادرة من طرف الأول بغية إحداث أثر شرعي، والقبول بفتح القاف هو الإرادة الثانية الصادرة من طرف الثاني الموافقة لمقتضى أو لمضمون الإيجاب. وباقتران الإيجاب والقبول يتم إبرام العقد، وما بقي إلا التوثيق. التوثيق بين قوسين يدخل في الشريعة في باب المصالح المرسلة، لأن العقود في شريعة الله تتم بألفاظ اللافظين. يعني أقول لأخي أحمد بيع لي هذه الطاولة، فإذا قلت بثمن كذا، فإذا قلت وافقت وقبلت هذا يسمى القبول. وباقتران الإيجاب والقبول تم العقد. الذي يبقى هنا هو التوثيق بعد ذلك، سواء تعلق الأمر بالمنقولات وبالعقارات بمختلف أشكالها وأنواعها. ثانيا هناك بعض الشروط، طبعا لا أفصل وإلا تروح الحصة كاملة، متعلقة بالمحل، محل العقد. يعني من الشروط
أن يكون محل العقد مشروعا. يعني الإنس في شريعة الله لازم اللي يبيع حاجة مشروعة، يبيع حاجة مشروعة، ما يبيعش الحرام، ما يبيعش مثلا المحرمات، لا يجوز. وكذلك أن يبيع ما يملك، يعني البائع أن يبيع ما يملك، إذ لا يجوز بيع ما لا يملك. يسرق ويبيع، يسرق ويبيع مثلا، هكذا. وأن يكون المبيع، هذا الشيء المبيع مقدورا على تسليمه، خاطر ممكن إنسان يبيع حاجة يملكها ولكن لا يقدر على تسليمها للمشتري، ما يقدرش لوجود إكراهات، لوجود موانع معينة. هذه أهم الشروط المتعلقة بالمحل. وهناك ثالثا الشروط المتعلقة بالثمن. لا بد أن يكون الثمن معلوما، لا بد أن يكون الثمن معلوما، بمعنى أن يتفق العاقدان على ثمن معلوم للشيء المبيع. وإذا كان في عقد المضاربة أو القراض لابد أن يكون أيضا العقد واضحا، مثلا هناك صاحب المال وهناك العامل المستثمر، كل شيء يكون بينهم معلوما. والثمن قد يكون معجلا كله، قد يكون مؤجلا كله، قد يكون معجلا في بعضه مؤجلا في البعض الآخر. كل هذه التفاصيل إذا كانت على أقساط وهكذا أكيد سنشير إلى هذه النقاط إن شاء الله في مستقبل الأيام. ولكن قبل ذلك لابد أن أشير إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن الشريعة الإسلامية بقواعدها التي ذكرناها الآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في العقود، وكقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية تضبط هذه المعاملات. والسر الكبير في هذه النصوص أنها تستوعب جميع المعاملات وتستجيب لما يستحدثه الإنسان في دنيا الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هنا قوة الشريعة الإسلامية، ذلك أن نقول الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. الأمر الثاني أن باب المصالح المرسلة يفتح لنا المجال واسعا لاستحداث الصيغ والإجراءات والكيفيات الكفيلة بتحقيق المقاصد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الوسائل في الشريعة الإسلامية واسعة، بمعنى كنتكلموا عن التوثيق الآن لنوتير مش عارف فيه المصالح المختلفة التي تضبط هذه الأمور. إذا كان القانون مثلا في الجزائر يشترط التسجيل، يشترط شكلية معينة في نقل العقار. هذه كلها دارها المشرع، لماذا؟ ضمانا لاستقرار المعاملات. سنعود إلى بعض الأحكام إن شاء الله في مستقبل الأيام. بارك الله فيكم شيخنا السعيد وأحسن الله إليكم. طبعا لا نستطيع اختصار كل هذا الكلام بالأمازيغية، ولكن خاصة فيما يتعلق بالإجاب والقبول في العقد شفاهة، ثم كتابته، وأيضا الشريعة تتواءم مع كل زمان ومكان. هذه المعاني بسرعة باللغة الأمازيغية إن شاء الله. العقود يخدمني إمذانا ذي الدونيث لان ذي الشرعيث فكاية نجرغ دافريد أمشي خدمن إمذانا العقود أذ وفقا تشرعيث. أما ذي يعني وين مثلا ذي البيع والشراء وين يتساغل ونزنزون صافي لقى ذيلين يعني سعان الأمي القرن الأهلية والصراحة مثلا ذا قالوا ذا مشطوح 60 7 سنين هذه زنزنا هذه خاطئ قد يكون سعان العقل وين يعني غير محجور عليه. فقلت مزوروث في سنة ذا غمرة ذي الشرعيث أمشي اللي يظهرون العقود سواوال نكون قبيلتنا نقرا أول ميك ساعة غزال إمذانا ساغن زنوزون تفركيوين تامور تزمورث ذي خامن سواوال نبلا الكاغض نبلا خاطر أول يسعى غزال ذي الشرعيث هكا العقود ضرون سواوال ميدن تقبل هذا سواوال لكن الزنزيي نصيروي ما كذا وناسين يكون قبلغ موافقا إلى العقد الشرعيث. على كل حال وثلاثة مسات النظام ثلاثة القوانين بوسامي قارن إلى قد يلي التسجيل لونجسترومون هذه اللي كان لي بروسيدور إجراءات في كذا كذا وفقا تشرعيث خاطر الشرع ديقار ما تخدم العقود وإلى قارة أتجم أنسي أدياس وغور إلى قد تقرزما كل شغل نون خاطر ييري الشغل يتقال ذي فافيس باش العقود نون أذقرزن تخدم من الشغل نون ذي ثلويثة كامدن سمدن سوى ربي إقمدن.
بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. إلى الأسئلة المتبقية التي بحوزتكم نتعرف على أصحابها والإجابة. الله يبارك فيك أخي أحمد، قاطعني في أي لحظة يتصل. لا لا لا, لا تقاطع، ومثلك لا يقاطع. الله يسلمك. في سائلة من جيجل تقول هي تزوجت، هي طبعا من جيجل، تزوجت إلى الجنوب الجزائري ودارت شرط لزوجها، شرط العمل. هي قارية وراهي تخدم، قالت وين نخدم نكمل خدمتي، وطبعا الزوج وافق وزاد عندها طفلة. بعد ما زاد عندها طفلة إلى آخره، الزوج غير رأيه، قال يا إما العمل يا إما إذا حبيتي العمل يكون طلاق. وهي الآن تسأل، وطبعا والديها قالوا لها معلش وافقي زوجك مادام رفض الشرط الذي وافق عليه أولا، وافقي زوجك أفضل من الطلاق. وهي تطلب الآن فيها سؤال وفي كذلك استشارة. الجواب كالآتي: نقول يا أختي، أولا أخاطب زوجك نقول له ربي سبحانه ذكرنا الآية قبل حين، ربي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني احنا بالجزائر نقول لك الراجل يتحكم لسانه، ولا المرأة أي واحد يقول كلام، هذيك هي بقدر الإمكان، يطبق بقدر الإمكان. المفروض يلتزم بمقتضى الشرط، وخاصة الشروط المتعلقة بالزواج، هذا باختصار. إذن هو المفروض يفي بشرطه، معناه يلتمس منك التماسا، يقول لك معليش لظروف معينة حبيت تريحي في الدار وشي من هذا القبيل، يعني ذلك أحسن. ماهوش يدير لك قرار يقول لك يا إما الخدمة يا إما الزواج، خير واحد منهم. إذا خيرتي الخدمة معناه يكون طلاق. وطبعا أعتقد هذا كلام غير مقبول، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الخلقية الأدبية. وإذا كان نصيحتي الآن نقول لك ذلك الفتوى خلاص أنا قلتها، المفروض يلتزم بما التزم به، هذا هو الشروط التي اتفقتم عليها لابد. وحتى في القانون الجزائري بالمناسبة المادة 19 يعني المشرع الجزائري يوجب الالتزام بالشروط المتفق عليها سلفا. المشرع يقول ما لم تتنافى مع هذا القانون، أي مع قانون الأسرة. إذن شرعا قانونا أخلاقا لازم هو يلتزم. إذا كان هو ما التزمش نقول لك نصيحة لله في سبيل الله، حبسي الخدمة وحافظي على أسرتك وعلى بنتك باش ما تتيتمش وتربى في عزكم إن شاء الله تعالى. وهذا واش نقول لك، وربي يهدي مخلق. السؤال الثاني، أخت أيضا تسأل عن حكم زوج يهمل زوجته ولا ينفق. أيضا هي سائلة، قلها يا أختي لا إله إلا محمد رسول الله، كنت تكلموا على العقود وكذا. ربي قال في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا إثم كبير. هذا هو الحكم الشرعي، معنى لا يجوز إهمال الزوج. ربي يقول ولا تذرها كالمعلقة، وآيات كثيرة كي نجمعوها كامل، والأحاديث تعطينا حكم شرعي واضح، حكما شرعيا واضحا اللي هو يمنع على الزوج التملص من مسؤولياته، وإذا تملص وأهمل فإنه آثم حتما، وولي الأمر يجوز شرعا أن يلزمه بهذه الواجبات. هذا واش نقدر نقول، فهو آثم. وإذا كان وصلت القضية المحكمة طبعا كاين جانب قانوني، نرشدك إلى المادة 330 وما بعدها في قانون العقوبات اللي تنص على جريمة تسمى جريمة ترك الأسرة، وهذه صورة من صور ترك الأسرة. وإن شاء الله ما توصلوش إلى المحاكم والقضاء، إن شاء الله ربي يهديه ويقوم بواجباته. فيه ثالث نلجئه بعدين ربما في النهاية إن شاء الله سأجيب عنه، معلش طول أحسن. لا أعتقد طويل، ربما نخليهم بعد نعطيه فرصة، لا بأس. لأنه قلت إذا كان ما كانش وقت نخليه فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. على بركة الله مشاهدينا الكرام، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع لانشغالاتكم، ونبدأ من تيزي وزو. كريم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك سي كريم، تفضل. معليش نهضر بالأمازيغية. تفضل كريم، مرحبا بك. الزول الشيخ. الزول عسامك سي كريم، مرحبا. الزول. كنا أنا ضيفة تخدم، يعني تخدم حاجة العالية مليح. الله يسترك يعطيك الصح. أشحال يقيس على كيستيو يعني شوف أنت يا تصطف. سولة يومين يحصل ونوم بعد يشوف العراق. سوري يعني وجسبر يعني يتفهم الله كاين يجعل يتظلل لا كوميرسون اشنو هو تظلل في حانوت خاطر وزمير غير نروح خارج الجامعه نجمعوك السلعه زريبه مش تاع حانوت
وهذا يقرا بوث ومن بعد شاف كاروس باسكو هذا الشيء طوح اضربوا الجماعه افضل لا يا ناخذ معاك شي صافي لا تظل صدق ميديدن افضل لا داخل التحالف هذا هو جو صح هذا داك لا صال ما من صون ديك اليوم صار جونيه ناني دير وسنه كيسقساد ذاكي ولينا يداود ديما دام كفوسي كي لا تساروت الا كتروح دار الجامع باسكو ماشي لا قدام إن ياك لو كان سما لا قدام يخدم دار الغاشي وزعما لا تروحوا مي كفوسي كي لا تساروت الا كتروح دار الجامع لا مش تظهر فيك وتبيضاره يا لطيف يا لطيف. وجيت سؤال مزوارو السؤال ويسين أثمغات كما يعني غيدينان في الساعة أكاد إجديجا فرداس أنت ذو الساعة ما تميس الساعة يستمس مباباس ثلاثة يسنت بغي غير تفهموا أمشي راه أنت كي إجديجا جديت يما صافي جديك إيجاد يماك إيجاد ثلاثة قشيشين سي ثمطو طايضة كا خاطي هامي يسعى يما ياكل ثلاثة يستماس صافي إيجاد يماك دياليس إيجاد ثلاثة يستماس نتسا زي كي داير لا فامي كي تنكال يستماس كي جديك تي شقيقين تي شقيقين جدي حاشا في قيمة أكو لا فامي كي قلنا أقول لك كي قيمة واش أقول لك نعم ومن بعد فازع اسمي يبقى فطرا في قمة في السنين ان انت سامهم في ساقيا اصاب فهمتو ساقيا وجيت تساوي ذاك العيس من الكوارث من الهرع ومن بعد ثورة اسقارنت اسمضو بغيت نفهم غنمشي ديال الشرع نتا راه فونتا كاكي باسكو تصل المشاكل يجي تعرف الناس صافي بغيت نفهم غنمشي راه نمضو صافي بيان سوبريت الشرعي كل يوم ولا فيها موريس هكا ان شاء الله اسقاط موافق ما تفهميد مليح باش يعني صافي دير انا بيت لي بروبليم شو سننت عمو فيك باباك سمحي كان نعم شو سننت عمو فيك ني غا قبل ما زوج بابا ان انت اطرد سوشي تاكيا اصاوي ضوك شي ديجا باباك ايوه قدمنا الكوارث نعم يوسموت مازال سنة في ديك السنت اسقان ترفضوا باش تنقم الكوارث شا تساوي تسمى وغنتباوي وغنتقاول خلاص واضح واضح واضحه كريمه باش يقرا باش يقرا انت بغيت وعاد مثل انت وصل اولي مثل الدولي اللي قال مزوار ونزاوي مدمزو هكا خويا كريم كساغ لي يعطيك الصحه مازال كيستيون في ثلاثه مويا شو غيجيس اسمي اللي غزيك يوهران اللي ذلك 97 كي ديونور جزام اللي يقول مع راس الكونتيو تواتي بوات يعني نورمالمون هذه تخرج كونت انت تجمع الكونتيو ومن بعد دوط لا حد صار لنا ياخذ معاه اباري غير ديال الحاجه شفاغين صافين اسمي تمثل السر وغير غنبقى باش يسال غير ديال المنيس وفي حبس بمكان النيه والسيناريو حتى كان باللي كنمثيله والسيناريو نظري سي تسيا من فاميليا والو مسكين يسنا فروحتي غير مشى ناخذ ما مليون كينس هذا هي اون 97 اذا النيه لو ما تفتح الكونت نسينا الجمعيه لا ياخذ الكونت واضح اخويا كريم واضح بارك الله فيك كريم شكرا جزيلا ويجاوبك شيخنا بعد قليل من كريم تزيوزو إلى أين؟ إلى غرداية السيدة أم محمد مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لاباس؟ لاباس الحمد لله. ربي يجازيك ويعطيك من الصحة والهنا إن شاء الله. الله يبارك. تفضلي سيدة محمد. فيها إن شاء الله. يا رب. عندي شحال من سؤال إن شاء الله. تفضلي مرحبا بك. عندي السؤال الأول صمت شوال. الله يبارك. تسنى إن شاء الله. هي وكان فيا بحال كنت مكملة الدين وعندي شكوك هاك في الدين تاع رمضان. نويت قلت الدين وبحال كما نقولوا الدين ومن بعد شوال. نيتين في بحال كي سمعت واحد الشيخ في الحصه هنا مش في قناتكم في قناه واحده اخرى قال بحال ما يجوزش كما نقولوا دير نيتين وتسمى ماني بصيام ماني بحال باجر لا هاك لا هاك فهمت كيفاه
فهمتني. طيب سيدة أم محمد، أنت تقصدي بأنك صمتي شوال والآن ما كيش وصمتيه بنية أنك تقضي؟ نقضي بصح قلت حسنه بحال الاول كيما نقولوا نويتها ودين، وقلت حسنه ان شاء الله تعالى. ايوه دين وحسنه في 6 من شوال. ايه قال ما تجوز في شوال. واضح. ها اسمح لي. وكان عندي سؤال واحد اخر. ايوه. عندي صلاه، عندي كيما نقولوا صلاه دين نقضي فيها. ايوه. كنت هكا متحمسه ونقضي يومين كيما هكا 3 ايام، دونك بديت نتكاسل وديت نعيا، بديت شويه نمرض نهار خطرات النص كيما نقولوا دائما نوض بكري نبغي نصلي كيما نقولوا نقوم كيما نقولوا نصلي الدين في وقت القيام هكا. فهمتني؟ سمعتني؟ شوفي سيدة محمد، السؤال سمعت شيخنا؟ ما فهمتش ثانية. السؤال هذا كان الصوت منخفض، عاوديه لنا ورفعي صوتك صح. عندي قلت لك صلاة الدين فايت. ايوه. هيا بديت نقضي كيما هكا بحال كي بديت نقضي كنت شويه هكا نصلي 3 ايام يومين كيما نقولوا نصلي نوض بكري قبل ما يسدل الفجر، نصلي نهار كامل نصلي بالضحى، ودوك انا بديت شويه نعيا ما نطيقش نصلي نهار خطرة ونوابد غسالة نهار. فهمتني؟ ايوه. ايوه بصح كي نبدا نصلي كيما نقولوا نبدا الصبح ومن بعد الظهر ومن بعد كيما حتى العشاء. ايوه. بصح في كل من نصلي كيما نقولوا انا صليت الصبح كيما نقولوا نستغفر 3 مرات ونجيب هذوك الاذكار، بصح باش سبحان الله والحمد لله والله اكبر خليها حتى العشاء كي نكمل صلاه العشاء نكمل بها. واضح. هذا كتجوز لي ولا والو؟ واضح ان شاء الله هكا. وصلاه غير هذا وخلاص. وصلاه كما نقولوا بعد الظهر نقول لك قبل الظهر هذوك ركعتين 2 ركعات ولا 4 كي يأذن الظهر نصليها ولا قبل ما يأذن نصليها. واضح. هاي ربي يعاونكم، ربي يجازيكم ان شاء الله. شكرا سيدة أم محمد، بارك الله فيك. نجاوبك على هذا الانشغال. من سيدة أم محمد من الغردية، أعتقد محمد من العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا أستاذ. مساء النور سي محمد، مرحبا بك. تحياتنا لكم ولفضيلة الشيخ. الله يحييك سي محمد، مرحبا بك. الله يفتح عليك. أيوة. سؤالين إن شاء الله. تفضل خويا. السؤال الأول يا شيخ في مسألة تاع تقصير الصلاة. أيوة. الصلاة في العشاء مع المغرب. أيوة. فكي الإنسان يقصر العشاء شفع والوتر يصليهم ولا يخليهم؟ واضح. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخ ماشي على كل حال مو سؤال، ملاحظة في بعض المساجد. أيوة. يا أستاذ احتراماتنا لكل الأئمة، احتراماتنا لهم. مثلا في اليوم الجمعة نقول مثلا المصلين كي يدخلوا راه بين الأذان الأول والأذان الثاني، يعني لو كان نقولوا مثلا الإمام يدير ولو جزء صغير تاع كيما نقولوا حنايا درس صغير بين الأذان الأول والأذان الثاني من قبل ما يطلع فوق المنبر. أيوة. خاطر نقولوا مثلا دوك الأذان هو يأذن الأذان الأولاني والجماعة اللي داخل المسجد يبقاو في التلاهي، ماهوش في ذكر الله، ماهوش في التسبيح، ماهوش في صحيح، راهو في القيل والقال. صحيح. ولو كان نقول مثلا الائمه اللي ينتبهوا لهذا الباب هذايا يعطيوا لهم كما نقولوا حنا ولو جزء صغير في الدرس نقولوا مثلا قبل الخطبتين باش المصلين ما يتلهوش في امورات واحد اخرين. واضح. وبارك الله فيكم يا استاذ، وتحياتنا لفضيله الشيخ. الله يحييك سي محمد، وان شاء الله نجاوبك على هذا الانشغال. ربي يبارك فيك ويهنيك ان شاء الله. أخيرا خلونا نبدأ الإجابة سيدة نادية على الأسئلة والانشغالات. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. شيخنا السعيد، نبدأ بكريم من تيزي وزو والرجاء الإجابة عن انشغالاته الثلاثة. تفضل. نعم. مثلا كريم سيتي زيوزو، مرحبا عسلامك. تزوارة قرض شيني ذا مظلو ساعة حانوت ستظل داخل حانوت، مصلي تاجر يصلي داخل الحانوت، وهناك من قال له لا بد أن تذهب إلى المسجد وإلا صلاتك غير مقبولة. شيني راكما الظال ذي حانوت هكا
خطر أولا ماشي واجب باش تزلط ديال الجامعة تلقيتها مزوارف تاكيد الفتوى يصحان يجهدان يكسانا زرذام قرآن المعنى يسمى إلا يون يسرنتس الأمور أجي روح هذه زل ديال الجامعة صحيح الله يبارك إذا كان الإنسان تيسرت الأمور يصلي في المسجد الله يبارك وإذا كان ظروف ما تيسرتش يعني واش يدير درك حنا عمال هنا في التلفزيون مثلا نصليو داخل الاستوديو نروحوا للمسجد ما نقدروش نروحوا للمسجد لا نستطيع ولكن في ظروف أخرى ميسرة نروحوا للمساجد وقلوبنا تسبق أبداننا ولكن القول بوجوب الصلاة الجماعة في المسجد هذا قول غير صحيح وأعدك سي كريم وأعد غيرك أنا ولا غيري من الإخوان الذين نعمل سويا ونحن فريق واحد باش ندعم هذا الكلام بحجج قوية من النقل والعقل هكذا فهذا كي نغاكما الشيني أقلك يتحانوت التاجر خدمة كيعان ربي الزار ديال الوقت ومع مراعاة ما يسمى بالوقت الاختياري الوقت الضروري يعني مثلا أقلك وسند الغاشي باش يقضون في الله يدل وقت الطهور ماشي شرط ثم بس قاري تحبس الدين أرجو ما يروح نياكل نص ساعة عادي أي غار خاطر الوقت الاختياري العلماء شو ذنان الإنسان راه صلى يعني أدى صلاته في الوقت محترما قوله تعالى مطبقا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا أدى الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت الاختياري صح. وينال الأجر وطبعا أخذا في الحسبان باللي أفضل الأوقات يعني نتاع الصلوات هي أول الوقت صافية الزلط أخوي العزيز أما نص ساعة أما ساعة ونص بعد ما ريدن الشيخ من مثل ولد الأمور ميسرة أتزلط يرنا ثني دولي يقرز ثني ضلي كليونات تراجون الله يبارك يروح الكثراني وكذا تزلط أكرجون شوية 3 4 5 دقائق تزلط الله يبارك ما شاء الله ماشي تغلق التحانوت تروح وسند إلى الجامعة تقرضي بعد شوية والغاشية تراجون من بعد سنة تقلقا نسين بالك يغلق بالك يحبس بالك خاطي لا نشتكي كما الزل وتساقوا ذرا وإن شاء الله ما تبغي التفاصيل أكثر أما ذيك الشمال يقول لك ديف كان ستساقي كنان باللي الجوافة كي يقراو سوق بلرا مستعدة نقابل ونهضر يسواس نسفهم باللي أثاني الشظ ذكويني كنا وكي كالفار ربي الشياك هكا كما خدمة كاين ربي وماشي مادام تسالتك فوسي كدغا تخدم ذاك كان تبغيض لا الامور ميسره المهم تصلي في الوقت في ربي الحديثين دوا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا صحيح ماشي غير الحانوت ياك يولي خدم ديال الخلا اي القضاء زمور يقرب زمور صافي لا قد دير سي الزمور ثم يروح لما الجامعه تمدين تنغا دارت كذا خاطي دير سي الزمور هذه الزار ديال الخلا الخير الرباح والله اما ذا فلاحي كرزان اما ذو القضنا زمور اما التاجر الى اخره هكا كما كصغف الاولي السؤال الثاني نقول لك مادام الوالد الله يرحمه يعني جدك مادام انت السائل ترك بنتا صلبية واحدة وترك 3 أخوات شقيقات القسمة هي كالآتي البنت ترث النصف لانفرادها وعدم وجود عاصب والباقي يؤول إلى الأخوات الشقيقات باعتبارهن عصب مع الغير فهن في مقام الإخوة الأشقاء حجبا ويرثن وحجبا يعني يرثن ما يرث الإخوة الأشقاء أو الأخ الشقيق ويحجبنا ما يحجب الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء هذه هي الفريضة الشرعية يماك مادام لا نتسافيك ساعة أتسوي النفس ذي ديجا ماذاين وايض أذي روح تيستماثين سنتسا في شقيقين أتفضون كيف بالتساوي وقيد الفريضة ولكن نثنتيمي فكان توال إذا ذاك يسمى الشغل ذي الهيبة ونكون ذي الشرعي ثقما ربي ند ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني أمذان يتوطف سجيلس صافي ما طفنت ذقوا وليدنا انت إلاق ثمور ثاقات فكنتي باباك خاطر فكنت صوف ما إلا نتسيب غاس انت شوية معليش
سلف غي سنتسا ولكن مغانت القوالا شاكين غاكما معليش هذو غانت القوال نيثني ساعات دنوف قاين غانت القوال هذه هي لأنه الشرع هكذا يقول. السؤال الثالث هذاك المليون سي كريم أخويا وجب عليك باش تبلغوا وتحوس على هذاك الإنسان إذا ما لقيتوش تبرع بما يعادل ذلك المليون في 97 الآن راه يختلف وهذه المسألة أشرنا إليها في فتوى من الفتاوى السابقة أخذا في الحسبان القيمة نتاع هذاك المليون في ذلك الوقت بالمقارنة إلى هذا الوقت هذا هو الأمر. وإذا كان ما لقيتوش هذاك الإنسان بعد التحري تصدق به وتبرع به الفقراء والمساكين والأجر له يعود إليه. لكن راجما كشينا مليون كي 97 فروالي الشو ليكيفالون ينسى يعني نادي فو مخلوقاكي موتو في ضارة وزادان داير الذي مسين غندايلا وتو في ضارة سقسي فلاس موتو في ضارة فكيثن يجليلا هذه يروح ان شاء الله لما ناقي ذلاجرين تسا وش لا صير لاجر امي تحرز لما الميدا السا غاس خدم تيمي تحصلض ولكن المهم ثريض لما ايفافيس وتو في ضارة فكيتسي الفقراء ربي يزرات موتو في ضارة ربي سبحانه يزرات يحصل سيف كلاجر على حسب اين صدق ذاك الني ذا ذريميس. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ سعيد وأحسن الله إليك وشكرا على ما تفضلت به. معليش ربما يعود لنا زميلنا فيصل لأنه غاب في اللغة الأمازيغية لا بأس تتعلم شوية شوية. هذا الناس فيصل يعني ربحا للزمن وإلا ترجمت كل شيء ولكن يا سي فيصل نحبوك حبنا إن شاء الله يشفع. الله يبارك فيك. نعم. طيب لأنه جمهورنا لغة الإشارة أيضا يهمنا أمرهم ونتواصل معهم ولكن ربما على فيصل أيضا أن يتعلم اللغة الأمازيغية. أم محمد من غرداية تتحدث عن صومها لشوال ونوت صيام شوال أيضا قضاء لدينها ولكنها تقول سمعت في هذا المنبر أنه لا يجب أو لا يجوز أن نجمع بين النيتين في صوم 6 من شوال. هي قامت بما قامت وتسأل لأنه ماذا أفعل. نعم أولا يا أختي أم محمد المطلوب هو الإسراع في أداء وقضاء الدين يعني بعد رمضان خير ربي قال فعدة من أيام أخرى لكل أصحاب الأعذار ولكن لظرف ما إذا كان ربما ما قدرتيش وشايفة قريب تفوت أيام تاع شوال بغيتي تاخذي أجر تاع شوال فالحرج مرفوع يجوز لك باش تسبقي في أيام تاع شوال ورمضان تقضيه في الأيام الأخرى. وثبت عن سيدة عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقضي أيامها في شهر شعبان يعني لغاية شعبان. المهم ما يدورش عليها العام يعني ما يجيش رمضان الجاي. هذا من جهة. من جهة ثانية ربما ما استوعبتيش مليح الفتوى أنا وإخواني دائما نقول هالكلام حسب النية الأولى. إذا كان درتي نية القضاء أولا قضاء الدين ثم تتبعها نية النافل إن شاء الله نحتسب على الله أن الأجر يقبل إن شاء الله. ذمتك التي كانت مشغولة بدين الصيام نشرت لي بريئة بنية القضاء سبقت نية القضاء وبعدين جات نية النافلة. أما لو كان يكون العكس يعني تسبقي نية شوال ثم تجي نية القضاء يعني هنا عندك أجر نتاع النافلة صيام 6 أيام نتاع شوال ولكن القضاء لا ذمتك لا تزال مشغولة ما لازم تقضي هذيك الأيام. والأفضل يعني والأحوط لك أنك تروحي تقضي هذيك الأيام نتاعك والأيام اللي جاية الله يبارك ميسرة. ربيع المؤمن في شهر يعني في موسم الشتاء إن شاء الله في فصل الشتاء إن شاء الله يا ربي. بارك الله فيك شيخنا. تسأل عن دينها الذي تقضيه تصلي 3 أيام والضحى وصبح ظهر إلى غير ذلك ثم تكمل بالضحى. تقول أني في التسبيح في قضية الباقيات الصالحات كما تقول أتركها إلى نهاية قضائي لي هذه الأيام. ما حكم؟ ممتاز عادي هذا الأمر مشروع 100%. أنت راك تقضي تصلي من الصبح الظهر العصر المغرب العشاء هكذا ولا تسبقي الظهر العصر المغرب العشاء الصبح كلاهما صحيح. كي تكملي آخر صلاة بدل راكي تغرمي راكي تقضي كي تكملي آخر صلاة ديري بعدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره. ماشي شرط بعد كل صلاة ديري التسبيحات هذه ديري استغفار نعم ذلك أحسن يعني 3 مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله لما أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال الإكرام. هاي كي نضطي وراكي تقضي الصلوات تباعا وكي تكملي نهائيا كما قلت بعد صلاة العشاء اللي قضيتيها ودير التسبيحات وربي يتقبل منك إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا. قبل الظهر ركعتين السنة قبل الظهر متى تصليها؟ واستبطن في سؤال السيدة أم محمد شيخنا، لأنه كان وقت معين أنه لا يجب أن يصلي فيه الأمر، البعض يخاف أن يسقط في هذا الوقت وهو عندما تنتصف الشمس السماء. هو تفادي ذلك الوقت يقينا، ولكن عند الزوال كما قال ربي لدلوك الشمس، وفسره بعض العلماء الدلوك معناها زوالها لميلها، فكي تبدا الشمس تميل خلاص يعني يجوز لك باش تصلي هذا الركعات. وطبعا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابته، بعضها يقول يعني ركعتين يعني راتبه الظهر، ركعتين قبل الظهر، وبعض الاحاديث تقول 4 ركعات يعني، والافضل تصليها مباشره كي تسمع الاذان تبدا تصليها، تسمع أذان الظهر تصليها. وإذا صليتها قبل أذان الظهر بقليل أيضا إن شاء الله تعالى عادي، راك صليتي قبل الظهر، والأفضل بعد الأذان مباشرة تصلي 2 أو 4 ركعات، هذه الراتبة نتاع الظهر، وتصلي الظهر بعد ذلك، وتصلي 2 بعد أداء صلاة الظهر. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. إن شاء الله سيدة أم محمد أجبناها على انشغالها إلى انشغال آخر متعلق بمحمد من العاصمة، يقصر الصلاة في العشاء مع المغرب. عند هذا التقصير هل يصلي الشفع والوتر أم لا؟ أخي محمد، إذا كنت تصلي جمع التقديم قصرا، بمعنى يعرفوا الناس أنه يجوز التقديم يجوز التأخير، يعني ممكن يجوز لك باش تصلي العشاء مع المغرب، إذن أذان المغرب تصلي المغرب 3 ركعات وتصلي صلاة العشاء جمع تقديم قصرا، يعني تقدم صلاة العشاء وتصليها قصرا يعني 2. إذا درت هكذا يا أخي العزيز ما تصليش الشفع والوتر هنا، خلي الشفع والوتر بعد تقريبا حوالي 40 دقيقة تقريبا، يعني عند الشفق الأحمر، عند مغيب الشفق الأحمر تصلي الشفع والوتر، وممكن تأخرهم حتى إلى ما قبل الفجر، يجوز لك طبعا أنك تأخرهم حتى إلى ما قبل الفجر وتصليهم عادي هكذا. وإذا كان بقيت بوضوئك بعد مغيب الشفق الأحمر تصلي الشفع والوتر، ولكن مع المغرب مباشرة لا، تصلي المغرب 3 ركعات وركعتي العشاء اللي طبعا قصرا جمع تقديم قصرا، أما الشفع والوتر أخرهما إلى غاية مغيب الشفق الأحمر أو ما بعده. بارك الله فيك شيخنا. يسأل محمد على ظاهرة إن صح التعبير شيخنا، بعض المساجد لا تلقي بالا لمسألة درس الجمعة وتترك الخطبتين فقط، يقول أن الناس أصبحت تشتغل بأشياء أخرى وتنشغل عن الذكر، يريد العودة لهذه الفضيلة. البعض يعتبرها ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم بدرس الجمعة، ومن ثم لا يهتم بهذا الموضوع. نعم أخي محمد، أولا أشكرك شكرا جزيلا خاصا على انتباهك إلى هذه الظاهرة وعلى غيرتك على الدين، فبارك الله فيك. علاه؟ لأنه كما قال أخي حمد الآن هذه فضيلة من الفضائل التي تركها علماؤنا الأوائل رحمهم الله. المعروف في الجزائر عموما كاين درس الجمعة، درس الجمعة بعد ما يأذن المؤذن الأذان الأول، يعني المدرس يدرس درس الجمعة جالسا على كرسيه ويشرح الأحكام الشرعية للناس ويبين بالدارجة باللغة أخرى، بالشاوية بالمزابية بالقبيلية، الناس باش تفهم. يعني يا أخي محمد سبحان الله، يعني الذي ينكر ذلك فضل هذه الفضيلة لا أدري، يعني لا أدري سبحان الله، ما عنديش تعليق نقوله. إذا كان فيه ناس تثقفوا وتعلموا أحكام الدين الدقيقة وأؤكد على هذا المعنى من خلال درس الجمعة. يلا ضركم بذلك الدرس بالقبائلية، الدرس بالقبائل نشرح لك أحكام المضاربة، أحكام القراض، المزارعة، المساقات، المواريث، ندخلك في دقائق العلم الشرعي ونشرحها بالقبائلية باش هذوك الناس اللي ما يعرفوش العربية يفهموها، وغيري يدير ذلك بالمزابية، وغيري يدير ذلك بالشاوية. يعني وراه الإشكال في هذا، ما قلنا بالوجوب
ما نقولوش باللي خطبة نعم. علاش قال ابن شهاب قال لك خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. ماشي واحد في الخطبتين ويجي واحد روطار متأخر والإمام فوق المنبر ويجي قدام الإمام ويركع ركعتين بدعوة تحية المسجد. هذا الأمر بيناه في فتاوى كثيرة، فلا داعي لإعادة ذلك. أما موضوع درس الجمعة يعني يا أخي العزيز نشكرك على غيرتك، وندعو من خلال هذا المنبر نقول يا ناس اتقوا الله، شغلوا الناس بهذاك الوقت بالبيان بالتعليم، حققوا مقاصد رسالة المسجد. يا هو المسجد ماشي صلي وارفع صباطك. لذلك الجهل راه مطبق كبير جدا. المسجد عنده رسالة تعبدية، عنده رسالة تربوية، عنده رسالة إصلاحية، عنده رسالة تعليمية، فبالتالي خلنا الناس تفهم. وربما هذاك الدرس يسمح للإمام باش يبلغ الرسالة اللي ما يقدرش يبلغها عن طريق الخطبتين. صحيح. باللغة العربية الفصيحة وإلى آخره، والناس ممكن ما يفهموا ولا شيء، تكون خطبة قصيرة أو طويلة يهم. المهم بعد ذلك يصلي ويرفع صباطك، والجهل راه مطبق في الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نقول لهؤلاء هذا ليست بدعة، الله يهديكم، ماهوش بدعة. إن شاء الله خلي أخوي حمد كاش نهار أيضا نعود إلى هذا الموضوع من خلال ربما مواضيع افتتاحية باش نعطيو الأدلة للناس باش يرتاحوا. نقولوا يا ناس، وبعض الناس يجي يلقى المسجد عنده 70 سنة وفيه درس الجمعة ما يحترم ولا شيء، يجي مباشرة يقول هذا بدعة ولا يجوز والسلام عليكم. صافي والناس يقول لك خلاص صافي 70 سنة اللي صليناها ولا 50 سنة كاع رايحة في الريح وكذا وعندنا ذنوب عليها. لماذا؟ وعندنا هذه الأمور موجودة في الجزائر ساعدنا، كما كنا تحدثنا في يوم من الأيام عن الحزب الراتب ايضا اللي يقول ثاني كي تقرا حزب الراتب ايضا لا يجوز. لا محمد رسول الله ربي يهدي ما خلق. واش نقول لك يا اخويا محمد، هذا افضل من ان ينشغل الناس بالقيل والقال، يبقاو يتكلموا على الدوفيز ويتكلموا على مش عارف الامور التي لا تنفع، ويخليوا هذاك الخير الذي ينال من خلال هذا الدرس. بارك الله فيك يا اخي محمد، اكتفي بهذا البيان. بارك الله فيك شيخنا واحسن الله اليك. وعلى بركة الله نتواصل مع مشاهدينا الكرام، نستمع لانشغالاتهم ونجيب عليها في هذا المباشر. طيب سيدة نادية، نبدأ بالاتصالات إن لم يكن لدينا سؤال حتى لا نترك المشاهد ينتظر. شيخنا أم نجاة، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وأحياكم كما أحييتونا. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. سؤالي، هل المرأة النافس حقا تعيش بين الحياة والموت؟ لأنني جربت ذلك وأحسست كأنه كنت نافس، وأحسست أنه عندما ازددت ابنة سنة أحسست أنني في الموت أسمع أصوات غريبة وكأنني أتعذب. واضح. كنت والسؤال الثاني، هل في حالتي تلك كانت غريبة جدا وقد كنت أفقد عقلي، وهل يجوز لي الرقية في النفس في النفاس؟ أيوة. طيب سيدة أم نجاة، إن شاء الله أنت وضعتي الحمل تاعك؟ نعم. الله يبارك، مبروك عليك. الآن راكي تحسي ببعض التعب نفسي هكذا؟ بعد الرقية أحسست جيدا. تشعرين بشكل جيد. طيب نعم. ربي إن شاء الله يجيب لك. ثم كأني رأيت، كأني أحسست نفسي عدت للحياة من جديد، وأدركت أمور جيدا وصححت أخطائي لأنني شغل أحسست بالعدم. نعم. واضح. هذه تجربة شاركتينا إياها، شيخنا يعلق عليها إن شاء الله، وتكون إن شاء الله درس لكل الأمهات إن شاء الله في هذه اللحظة الحرجة إن شاء الله. عندك سؤال ثاني سيدة أم نجاة؟ هذا ما كان. شكرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
ثانيا وأخيرا حتى نجيب على سيدة أم نجاة. سيدة أم هاجر مرحبا بك. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدة خليتوني بزاف نستنى. الو مرحبا بك سيدة أم هاجر، سامحينا. خليتوني بزاف نستنى. سامحينا سيدة أم هاجر. كي راكم؟ كي راه الدكتور؟ الحمد لله سيدة أم هاجر. غاية. الحمد لله، الله يبارك فيك سيدة أم هاجر. وبغيت نسقسي الدكتور. تفضلي سيدة أم هاجر. على الصلاة تاع الجمعة أنا نصلي في الدار، ما نقدش نروح للمسجد. ايوا. وقتاش الظهر الاول الاذان الاول ولا الزاوج اللي نصلوا حنايا اللي نصلوا في الدار؟ واضح. خاطر واحد الوقت يتبدل علينا الوقت تاع الاذانات. واضح سيدة أم هاجر. وبغيت نسقسي ثاني على الصلاة كي نقراو الفاتحة ونزيدو موراها. انا هذه شحال من عام راني نقرا آية الكرسي ولا الأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في الركعة الأولى، والزوجة نقرا سورة الإخلاص. أيوة. قالوا لي سمعت باللي ما لازمش زعما آية في الأول وحدها. أيوة. نقرا خطرة آية وحدها، خطرة زوج آيات، والركعة الزوجة نقرا فيها سورة الإخلاص. الله يبارك سيدي. أيوة درك بغيت نفهم هاد الشيء إلا راني نصلي صحيح ولا غلط ولا. واضح سيدي. وعندي السؤال تاع الرواتب وتاع الضحى، ما نقدش نديرهم كل يوم. ايوه. خطرات نعيا كي نشقى من داك باراسيونات وهذا وكل شيء، نعيا كي نشقى شويه عند الظهر نصلي غير الظهر والريح. أيوة. والضحى كي يكون عندي شغل ولا من داك وحدي كي نقولوا نصوتيها تسمح فيها. الوغ بغيت الدكتور يفهمني واش هذا لازم عليا كل يوم ولا غير وقت اللي نقد ولا. وهذيك اللي نصلوا زوج ركعات قبل الظهر وزوج ركعات مور، الحساب كيفاش يخرج لنا تاع 12. ايوه. وبغيت نقول للدكتور باللي نهار اللي هضرت معاهم في الصلح خير. ايوه. كنت غادي نطرح له القضيه، ساعه انقطعت لي لا كومونيكاسيون. الا قد يتصل بيا الدكتور راه يسمح فيا وعنده الرقم نتاعي باش نقول له باللي هذيك القضيه اللي كنت طرحتها في المكتب راه هي سلكت لنا وغير سلكناها كما نقولوا اميكال غير العائله سلكتها وديا. وديا وفرحنا بزاف. عمومي وعماتي عاونونا فيها وفرحنا بزاف اللي سلكت لنا بلا زعما الناس واحد اخرين بلا شرع بلا والو. ما شاء الله سيدي. سلكت لنا احنا كاع فينا طبيعه نبغوا الصلح وتلايموا كاع عمومي وعماتي يخلف عليهم يكثر خيرهم وسلكوا لنا القضيه. الله يبارك. والشيخ دكتور بويزري راني حطيت القضيه تاعي في المكتب، ما نعرف لا على باله بها ولا ما على بالهش. وان شاء الله سيده. اذا قد يتصل بيا باش نفهمه على القضيه شتاهي. طيب سيده ام هاجر ان شاء الله نتواصلوا معاك. بارك الله فيكم. سلموا كاع للشيوخ وبقاو على خير. الله يبارك فيك سيده ام هاجر، شكرا جزيلا. اخيرا محمد الى تيارت. شكرا. مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك سي مصطفى، لاباس؟ نسلمك، راك شنو كاين بين فضيلة الشيوخ؟ مرحبا بك، الله يبارك فيك مصطفى. خويا عندنا واحد السؤال، عندنا واحد المرأة باغا تجيب عمرها. ايوه. هي ونسيبها راجل اختها. هي وشكون؟ هي ونسيبها راجل اختها. ايوه. وشي ناس يقولوا زوجة وشي ناس يقولوا لا. واضح. صح، هذا هو السؤال. حاضر سي مصطفى نجاوبوك ان شاء الله. شكرا. هلا سهلوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية عفوا. شيخنا السيدة أم نجاة شاركتنا لحظة صعبة معقدة نفسية يعني جسدية صعبة حقيقة. المخاض في الميلاد، هذه الولادة قالت هل صحيح أن المرء يكون بالفعل بين الموت والحياة؟
خاصة وأنها شعرت نفسها تتعبد إلى غير ذلك، ثم خرجت سالمة الله يبارك من هذه التجربة، ثم صححت أخطائها. يعني هي ربما عاشت التفكر والتأمل في لحظة من لحظات حياتها، وربما تقدمت للأمام بها. كيف يعني نوجه رسائل في هذا الصدد؟ نعم، أكيد أخي أحمد. في الحقيقة نجاة، الحمد لله ربي نجاك بخير. نسأل الله النجاة لكل النساء الحوامل، وهن يعيشن هذه اللحظات الصعبة جدا، لحظات المخاض، لحظات الإنجاب. من أجل ذلك رفع الله مقام الوالدات. أيوة. ليس كذلك؟ صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل ذلك الصحابي قال له: من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يعني الأم عندها ثلث أرباع، هي التي حملت، هي التي وضعت، وهي التي أرضعت. صحيح. وكل هذه المحطات صعبة، يعني الحمل بآلامه وصعوباته، وزايد الوضع، خاصة الوضع. لذلك الأخت يعني جزاها الله خيرا يعني خلاتنا نعيش هذه اللحظات الصعبة جدا جدا جدا. ثم لحظة كذلك الإرضاع. من أجل ذلك ربي سبحانه ورفع مقام الأمهات، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا علم من شأنهن. ولا بد على الأولاد أن يدركوا هذه المعاناة وهذا التعب وهذا الإرهاق، باش هذاك الأولاد يعرفوا قيمة الوالدين. وربي قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى آخر الآيات. بالنسبة لهذه بين الحياة، يعني حقيقة هي المرحلة صعبة جدا. المرأة تحس بأنها بين الحياة والموت. على فكرة كل الناس، يعني جميع الكائنات، راهم عايشين يعني يمروا من مراحل من ظروف صعبة. تلقى واحد مريض واللي يمشي في السيارة واللي يدير حادث واللي ظروف صعبة، ولكن هذا الظرف صعب جدا تعيشه المرأة، حالة من العذاب ولكن يبقى موضوع الرقية وكذا. أكيد يعني أنت تكوني قريبة لربي بزاف في هذيك اللحظات، مليح دير تذكر ربي سبحانه عز وجل، وتقرأي القرآن وتسبحي وتستغفري وتدعي للناس، ودعائك إن شاء الله تعالى مستجاب، خاصة في تلك اللحظات. يعني هي تبدو شيخنا أنها مرت بولادة عسيرة جدا يعني. نعم، والحمد لله، خاصة الولادة الأولى أخي أحمد يعني فيه صعوبة يعني كبيرة. إن شاء الله الحمد لله ربي نجاك بخير، وبقدر تلك المعاناة عندك أجر عند الله كبير. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ويتقبل من جميع النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا ربما 3 دقائق متبقية نحاول أن نستثمرها في الإجابة السريعة والدقيقة. نعم. نبدأ أولا من صلاة الجمعة. تقول: أصلي في الدار سيدة مهاجر، هل أصلي مع الأذان الأول أم الثاني؟ تسمعي الأذان الثاني أفضل، يعني خاطر في بعض المناطق يديروا هذيك الأذان الأول قبل، لذلك احتياطا كي تسمعي الأذان الثاني صلي صلاة الظهر مادام راكي في البيت. تصلي بالفاتحة وآية الكرسي. نعم. وبالإخلاص البعض قال لها الصلاة بآية واحدة لا تجب. لا ممكن تقراي تصلي بآية واحدة، ولكن يعني من الفضيلة مراعاة الترتيب. يعني كي تقراي مثلا آية الكرسي هذه في أواخر سورة البقرة، بعدها ممكن في الركعة الثانية تقرأ قل أعوذ بربي الفلق، قل أعوذ برب الناس، أوائل سورة الكهف ما تحفظين، ما ترجعيش فقط اللور، ما تقرأيش مثلا سورة الإخلاص في الركعة الأولى وترجعي في الركعة الثانية تقرأي مثلا بسورة الضحى ولا إذا يعني. ولكن حتى إذا كان قمت أو فعلت ذلك فالأمر جائز يعني، ولكن الأفضل ومن باب الاستحباب أنك تراعي الترتيب كما راه القرآن مرتب في المصحف الشريف، أنك تصلي الركعة الأولى بآية الكرسي والركعة الثانية بسورة الإخلاص. هذا أمر مشروع ومقبول، ليس في ذلك أدنى حرج. والأفضل أن الإنسان لا يكتفي فقط بآيات يعني معينة، خاطر بعض الناس ربما عبر سنوات يصلي فقط بآية الكرسي وسورة الإخلاص. لا، كاين صور أخرى، والحمد لله أنت تحفظين يا أم هاجر. القرآن كله كلام الله عز وجل، نوعي في الصلوات نتاعك في القراءة. طيب سيدة أم هاجر ومصطفى من تيارة، الله يجزيكم بالخير، صبرونا، غدا إن شاء الله نجيب عن أسئلتكم. انتهى الوقت. شكرا لشيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور سعيد بوزري على ما تقدم به خلال هذا اللقاء. شكرا لكم على وفائكم. أنقل لكم تحيات الفريق التقني، تحيات جميلنا فيصل اللي راح يتعلم اللغة الأمازيغية قريبا. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.